أحمد عامر من الأسماء الجميلة، وهذه كرة بنيران صديقة، بنيران صديقة. الدقيقة السابعة تقريبا، الدقيقة السابعة، ضربة جزاء وفي المرمى نفس اللاعب فيليب كيس الذي تسبب بضربة الجزاء يسجل هدفا ثانيا من ضربة جزاء. شوط المباراة الأول، ضربة ركنية في اللعب عالية بالراس، يا سلام، هدف راسي جميل. أرتور جورجي، إدوارد كيمباف، حاولت المرور، ممتاز اللاعب دانيال بيسا، دانيال ممكن يمر، يلعبها عرضية ممتازة، حبيب يا سلام، هدف حلو. كرة ملعوبة سريعة، وليد أيضا مشروع مدافع مميز إماراتي رائع. هذه محاولة، هذه خطيرة، هدف ثاني في الشوط الثاني للبطايح. ننتظر الضربة الركنية للبطايح، ملعوبة وبالراس، خطيرة، جول يا إثارة، مش ممكن والله مش ممكن. وعيسى أحمد في المرمى، عيسى اوه يضيعها. فيليب كيس هل سيسجل كما سجل هدف الثاني في الدقيقة رقم 12؟ فيليب وزايد، فيليب يسجل أخرى. لورنسي ما يضيع فعلا ويسجل أول أهداف البطايح. الكل واقف، حتى والله أنا واقف. سيسالدو يسجل، سيسالدو 2 اتحاد كلبة. سيف راشد هل يسجل الهدف الثاني للبطايح؟ سيف سلام، حلوة، هدف حلو يا سيف، هدف حلو. أحمد في المرمى، دانيال وزايد، دانيال يسجل، نعم، الركلة الترجيحية الثالثة، الركلة الترجيحية الثالثة ناجحة لاتحاد كلبة. هل سيسجل هدفا ثالثا؟ سيكو مستعجل، سيكو يسجل، ولكن يسجلها بطريقة حلوة. هدف ثالث للبطايح. مرمى إيغور ضيعها. الركلة الترجيحية يا سعيد، يسجل. شوف الآن أحمد جشك وزايد، أحمد جشك يلعبها، يا سلام، في سقف المرمى. وفي بطولة غالية، جورجي يسجل، ويسجل أيضا بطريقة جميلة. هي خلاص تنتهي المباراة. إذا ضيعها خالد الزري تنتهي. خالد الزري وزايد، خالد يسجل، حلوة. عيسى البطايح ولا عيسى اتحاد كلبة؟ شوف عيسى قوية فعلا، يسجل عيسى أحمد. ياسر حسن راح يسدد بيمينه ويلعب يساره، غريبة والله. ألف مبروك لفريق البطايح وفوزه في هذه المباراة ووصوله إلى دور الثمانية.